السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا، ولسه مكملين سلسله العادات والتقاليد المصريه الغريبه. العادات والتقاليد المصريه الغريبه. اول عاده هنتكلم فيها وهي دلق القهوه خير. هي فعلا دلق القهوه خير؟ واحنا جبناها منين؟ وايه اصل الحكايه؟ خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نعرف ايه اصل الحكايه دي. الحكايه التانية بقى ان على قد لحافك مد رجليك. هي عاده وفي نفس الوقت مثل. طيب هي العاده دي يعني ايه اصلها وايه حكايتها؟ خليكم معايا برضو لاخر الفيديو عشان نعرف ايه اصل الحكايه. عاده غريبه جدا المصريين الفوها وصدقوها وبقى متفائلين بيها، وهي ان اللي يدلق منه قهوه شويه بس كده. الدلق القهوه خير. طب ايه اصل الحكايه؟ وهو دلق القهوه خير؟ اصل الحكايه بيرجع ان كان في واحد كان صاحب قصر، ودايما كان بيعزم الناس، كان اعيان كده بيعزم الاعيان وبيحب يعزمهم على قهوه. واللي كان مسؤول على شرب القهوه واحد اسمه خير. فخير ده كان بدأ يكبر في السن، وبدأ ان هو ايده تهتز لما بيقدم القهوه للناس. وبقى يسأل صاحب القصر هو مين اللي دلق القهوه، فالمعازيم يقولوا اللي دلق القهوه خير. فهو دلق القهوه مش خير ولا حاجه، القهوه بقت غاليه. ايه اللي جاب الخير في كده؟ في مرة شاب كان ولد مستهتر جدا جدا جدا، وكان ليه أب كان مقتدر وكان معاه فلوس، وكان دايما بيدي ابنه فلوس، وكان مش معلم ابنه ان هو يتحمل المسؤولية. تمام. فجه في يوم من الأيام الراجل ده مات وساب فلوس كتيرة جدا للولد. طبعا الولد مش متحمل مسؤولية ومتعود دايما على الدلع، فخد الفلوس راح صرفها كلها، وبقى متضايق جدا. نزل مشي في وسط القرية وزعلان وبان عليه الشقاء والتعب. الناس كلها بعدت عنه علشان طبعا فلوسه خلصت، فمحدش بقى يعرفه، بقى اصحاب السوق بقى ما بقاش حد يعرفه، وكله بعد عنه. فهو ماشي بقى زعلان ومقهور، مش عارف يعمل ايه، مش عارف ياكل منين. فهو ماشي، فكان في مزارع كان بيزرع في مزرعته البسيطة وكان جنبيه كوخ. فالمزارع شاف الولد باين عليه التعب والشقاء، فحب ان هو يجيله حب استطلاع، عايز يسأل الولد مالك، اساعدك في حاجة، انت كويس؟ الولد حكى له حصل كذا كذا وصرفت فلوسي كلها، كل الناس بعدت عني وانا مش عارفه اجيب اكل حتى اكل. فالراجل قال له انا هقف جنبك يا ابني، هتشتغل معايا في المزرعه واجوزك بنتي، بس اللي هديهولك اخر الليل على قد لحافك مد رجليك. بس كده.